قال له شوف لك شغلانة تانية، وبعد سنين بقى أنجح واحد فيهم. يا مساء الفل، عمرك فكرت إن ممكن كلمة تتقالك تغير حياتك 180 درجة سواء للأحسن أو للأسوأ؟ ده اللي هنعرفه مع بطل حلقتنا النهاردة، اللي كان داخل مسابقة وكله تحدي إنه يحقق حلم حياته، لكن اتصدم بجملة من واحد من اللجنة قال له شوف شغلانة تانية، وسقطته اللجنة. الدنيا كلها اسودت في عينه. بس عايز تعرف الحكاية؟ تعال نحكيها من البداية، يلا بينا. شفت الشكل ده قبل كده؟ لو ما شفتوش فانا احب اعرفك ان ده واحد من اوائل برامج المسابقات. في اواخر سنة 2002 وقت ما الناس بتستعد بنهاية السنة والكريسماس، بيظهر اعلانات لبرنامج جديد على التلفزيون. كان من انتاج ملك الاعلانات وقتها طارق نور. البرنامج ده كان عبارة عن اكتشاف للمواهب الفنية، وكان اسمه ستار ميكر. وزي ما طارق نور كان بيكتشف المواهب الإعلانية اللي أغلبهم بقى نجوم سينما وتلفزيون بسببه، وده ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية، برضه عمل برنامج ستار ميكر عشان يكتشف المواهب. وده بدأ من أول مقدم البرنامج اللي كان وقتها وجه جديد، وهو أصلا اكتشاف طارق نور في الإعلانات قبل كده، وهو أمير كرارة. أيوة، قبل ما يبقى باشا مصر. وكان بيتذاع كل جمعة الساعة 9 على القناة التانية. وأظن لسه الناس فاكرة صوت طارق نور وهو بيقول ستار ميكر سمعنا صوتك. وعشان المسابقة تكون A1، طارق جاب لجنة تحكيم من الآخر. البداية حلم بكر اللي هو كان أقوى واحد في اللجنة وفي مصر وقتها، وكانت آراءه كلها قوية وصادمة لكل المتسابقين. وحلم بكر اللي ما يعرفوش كان واحد من أهم الملحنين في مصر، لحن يجي 1500 لحن، ومنهم نجوم كبار زي ليلى مراد ووردة. وكفاية تقول إن هو اللي عمل موسيقى تتر فوازير فطوطة وأم العريف والخطبة، غير في حدود 48 مسرحية غنائية لحنها أشهرهم سيدتي الجميلة. ودي حاجات كده بسيطة عشان بس تعرف هو مين. العضو التاني كان في اللجنة هو حسن أبو السعود، وده كان فلتة عصره، ويمكن يكون الملحن الوحيد اللي خد أكتر من جايزة لكذا عمل كأحسن موسيقى تصويرية زي العار والكيف، في المسلسلات زي لن أعيش في جلباب أبي. إيه؟ بدأت تتراتو ترن في ودانك صح؟ طب اصبر، ده لحن أحلى وأشهر أغنية لأحمد عدوية، بنت السلطان. وبالمناسبة في سنة 2004 بعد البرنامج بقى نقيب الموسيقيين. أما العضو الثالث فهو بهاء الدين محمد، اللي كان وقتها أهم شاعر غنائي في مصر، واللي اشتغل مع أهم نجوم التسعينات زي عمرو دياب وسميرة سعيد وإيهاب توفيق وأنغام وراغب علامة، غير هاني شاكر وتامر حسني وناس كتير قوي سعادتك. ومن أشهر أغانيه أديني رجعت لك لعمرو دياب، وأغنية أنا مش بعيد لمدحت صالح. بص من الآخر بهاء الدين محمد محتاج حلقة لوحده، لأن أغلب أغانيه هتلاقي ليها ذكرى مع ناس كتير وقتها. هو اللي جيل التسعينات كبر وحب واتجوز وحلم واتصدم واتوجع واتظلم من كلماته. واخر حد في لجنه التحكيم الدكتوره جيهان الناصر، ودي كانت بقى حكايه لوحدها. مخرجه وبتدرب المغنيين. انت ممكن تكون سمعت صوتها كتير في افلام ديزني وانت مش عارف انها هي. يعني مثلا هي صوت بوكاهانتس، وهي اللي غنت اغاني اخ الدب وتنة ورنة وحاجات كتير لمده 20 سنه، وكانت بتتسمى عرابة ديزني. وكمان في عنتر هلال، بس ده ما كانش في اللجنه، بس كان مسؤول يختار الاغاني للمتسابقين. وعشان برضه تبقى عارف مين عنتر هلال، واحد من اهم المؤلفين في التسعينات، وكانت له اغاني كتير قوي واشتغل مع كل النجوم وقتها. وكفايه انه كتب اغنيه كمننا اللي لحد دلوقتي احنا مش فاهمين معناها، ولو انت عارف معناها اكتب لنا في الكومنتات. المتسابقين بقى اللي كانوا موجودين اشهرهم كانت شاهناز، اللي اشتهرت بشاهناز قولي قولي، ودي عشان الاغنيه بتاعتها وقتها في البرنامج قولي قولي، واللي بالمناسبه ما كانتش عاجبه حلمي بكر خالص، وقال ان نجاح الاغنيه التركيه الاصليه هي السبب في نجاح شاهناز، لكن صوتها وحش قوي، ده كلامه. بس برضه رغم كل ده فازت باللقب، يمكن عشان ما كانش في اصوات في الموسم الاول افضل منها، جايز. وبعد الموسم عملت البوم مع عالم الفن اللي كان ماسكها محسن جابر، اللي كان مكتشف النجوم، بس الالبوم ما نجحش، راحت سابته وراحت شركه روتانا وبرضه ما نجحتش. وبعد فتره اعتزلت ولبست الحجاب، وبعدين رجعت تاني تغني بالحجاب، وبعدين اختفت، وبعدين ظهرت، وبعدين. والسنة اللي بعدها قرر طارق نور يستغل نجاح النسخة الأولى من البرنامج، وقدم نسخة تانية كانت أقوى من النسخة الأولى، زي حجازي متقال وإساف اللي أغنيته خلت حسن أبو السعود يعيط من تأثيرها. وكانت مصر كلها ملهاش في السنة دي حاجة غير أغنية زي غيرها لإساف، وليه إساف اتسمى اسم من أسماء الأصنام في الجاهلية، وكان ترند الموضوع ده وقتها زي الترندات اللي موجودة دلوقتي. وعلى فكرة الناس كانت متوقعة لإساف إنه هينجح نجاح كبير، لكن برضه ما نجحش النجاح اللي كان متوقع، وعمل فيلمين 3 ما نجحوش، واشتغل مع الساحر محمود عبد العزيز في مسلسل جبل الحلال، وبعدين اختفى. واتعمل موسم تالت، مش بقولك كان برنامج قلب الدنيا حرفيا، ده اللي عمله كينج الإعلانات. والموسم التالت برضه كان من أشهر الناس فيه أحمد حسني اللي كان بيغني أغنية بتشبه عليا. ومن المتسابقين اللي علقت مع الناس بسبب صوته الحلو والأغنية الجميلة سيد مصطفى وأغنية ما تقلبش المواجع. وبرضه اختفى لحد ما رجع سنة 2020، بس رجوعه ما أثرش كتير. يعني واحد من أول برامج المسابقات الغنائية
لم ينجح احد، واغلبهم اشتغل في حاجات تانية غير الفن. طب فاكر بقى المتسابق اللي قلت لك عليه في اول الحلقه واترفض؟ اللي رفضه كان الاستاذ بهاء الدين محمد، وقال له شوف شغلانه تانية غير المزيكا. اهو ده بقى الوحيد اللي نجح فيهم وشغلانته بقت المزيكا، سواء بالالحان او بالغنى. عارف بقى ده يبقى مين؟ رامي جمال، اللي بعد كل السنين دي بقى هو اشهر واحد من اللي كانوا موجودين في البرنامج. رامي جمال اللي ما استسلمش وفضل يعافر، ويمكن اتاخر عن كل اللي دخلوا المسابقه، وبدا بالتلحين اللي كان باين انه مميز فيه من اول بدايته لما عمل لحن اغنيه في اللياليك لفضل شاكر. وانت اول اغنيه تتعرف ليك كملحن كان فضل شاكر مره واحده بالظبط. ودي اغنيه نجحت جدا جدا، وكانت وش السعد الرامي في شهرته، ومش بعيد تكون بتغنيها دلوقتي او بتدور عليها. بس استنى، الحكايه لسه ما خلصتش. رغم نجاح رامي جمال في التلحين، فضل جواه الحلم اللي حلمه زمان واللجنه رفضته، لحد ما جت سنه 2011 اللي بنلاقي في السوق اول البوم غنائي باسم رامي جمال، ماليش دعوه بحد. وكان البوم حلو والناس عجبها جدا، عشان من اللحظه دي يبدا رامي جمال مشواره في الغنى المستمر لحد دلوقتي. وحط تحت مستمر 1000 خط، عكس اللي اتكلمنا عنهم في اول الحكايه. وفي مره رامي جمال حكى انه قابل الاستاذ بهاء الدين محمد وفكروا بالحكايه بتاعته زمان، واكتشف ان استاذ بهاء رفض يشارك في اي برامج مسابقات تانية عشان الموقف ده، وعشان ما يتسببش في حزن او كسره لاي واحد عنده حلم. رامي جمال صحيح بدا بعد كل اللي جات لهم فرصه في ستار ميكر، لكن قدر يشتغل على نفسه وبقى اشهر واحد فيهم دلوقتي، اللي لو كان استسلم اكيد ما كناش هنتكلم عليه، او يمكن تكون الحلقه ما كانتش هتبقى بالشكل ده. وكل اللي لازم تعرفه انت وانا وكل واحد بيسمعنا، ممكن غيرك فرصته تيجي قبلك وتفتكر ان النصيب بقى احسن من نصيبك، لكن لو صدقت اللي جواك واشتغلت على نفسك، مش بعيد تلاقيه لسه في السلمه الاولى اللي سبقك فيها زمان، وانت اللي وصلت لاعلى القمه. القصه مش مين بدأ الاول، القصه مين اللي هيكمل للاخر. والكل اللي كمل للاخر شكرا ليكم. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير عشان توصل لكل الناس، وافتكر ان حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام.